النهاردة الغدا بتاعنا بكيلو رنجة. عملنا كذا نوع من كيلو واحد من الرنجة، بس حاجة جميلة جدا. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله، وتعالوا نسمي بسم الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. عشان نعمل الوصفة بتاعتنا عندي كيلو من الرنجة دي مبطرخة. لما بتروحي بتشتريها بتقولي له عايزاه، سواء كنت عايزاها مبطرخة بتقولي له مبطرخة، ولو عايزاها من اللي مش مبطرخه بتبقى بالبطروخ الابيض الناعم العادي بيديها لك، بيبقى فرق 30 جنيه. يعني كيلو الرنجة ده المبطرخ ب130. باجي كده على النار، بنبدأ نسيح الرنجة بتاعتنا عشان نعرف نقشرها. بتولعي النار عالية وبتبدأي تمشي الرنجة لحد لما بتفتح معاكي بالطريقة دي. هتقولي لي البوتاجاز هيتبهدل ولا اي حاجة. بعد ما تخلصي العين اللي انت اشتغلت عليها بتبدأي تشيليها وتغسليها، والبوتاجاز بتبدأي تلمعيه الاول بفوطة كويس او تغسليه، وبعد كده حبة تخلي على البوتاجاز هيخلوا الدنيا معاكي زي الفل، ولا ريحة ولا اي حاجة. بس كده. طبعا بسيح الرنجة، وبعد ما اسيحها ببدأ اقشرها. وصفتنا النهاردة جميلة جدا، اتمنى تجربوها. شايفين البطاريخ بتاعتنا؟ باجي كده على الرنجة ببدأ اقشرها بالطريقة دي. شايفين الجمال؟ الكيلو معايا عمل 5 رنجات. ببدأ اشيلها. شايفين بقى البطروخ بتاعنا محبب وطعمه جميل جدا، هو ده البطروخ البني المخرز. بصوا بصوا، كلها مبطرخة، مفيش واحدة مش مبطرخة. انت لما بتمسكيها بتبقى عارفه، لما بتضغطي على البطن وتلاقيها جامده بتعرفي ان البطروخ ده مخرز. لا طريه بتعرفي ان هو البطروخ الابيض الناعم. ببدأ طبعا بعد كده افصص الرنجة بتاعتنا، وابدأ اشيل الشوك بالطريقة اللي انتم شايفينها دي. طبعا بحطهم في بولة بقشرها، واحط معايا اللحم بتاع الرنجة في بولة على جنب. اهم حاجة تقشريها كويس قوي عشان لو عندك اولاد. طلعنا رنجة وطلعنا البطاريخ، بسم الله ما شاء الله. وهنا عملت طبق رنجة وبطروخ على جنب لوحده. هاجي هنا نبدأ نشتغل في اول طبق معانا. بنبدأ ننزل الطحينة، وبعد كده ببدأ انزل عليها بالمية تدريجي. انا مش هفك الطحينة واخليها لونها ابيض، لا هتفضل لونها بني، بس ببدأ افكها. انت لما بتنزلي المية وتبدأي تقلبي الطحينة معاكي بتبدأ تتقل وترجع لنفس القوام. بصوا، كل ما بتقلبي كل ما بترجع تمسك تاني. برجع انزل حبة مية وابدأ افكها. شايفين؟ ولونها لسه بني معايا. بصي ما فتحش وبقى لونه ابيض، لا لحد هنا وبقف. ببدأ انزل بعصرة من نص ليمونة كبيرة. يعني انا عصرت نص ليمونة كبيرة، نزلت برشة من الشطة ورشة من الفلفل الاسمر ونص معلقة صغيرة من الكمون ورشة خفيفة قوي من الملح. بعد كده بنزل بحبة من الزيت وببدأ اقلب دول مع بعض. ما فكتش الطحينة معايا للاخر. ليه؟ لان لو فكتها معايا السلطة بتاعت الرنجة بتاعتنا هتبقى صيصة ومليانة مية وطعمها مش هيبقى حلو خالص. احنا عايزينها متماسكة كده وطعمها حلو. هعمل لك سلطة رنجة بطريقة المطاعم النهاردة، يعني اي مكان بتاكلي فيه سلطة رنجة بره هي دي الطريقة بتاعته. ببدأ اقلبهم كده مع بعض، وبنزل بمعلقة واحدة من الخل. مهما تكوني عاملة كمية ما تنزليش اكتر من معلقة واحدة، وببدأ اقلبهم. ان بصيتي هتلاقي معايا لسه الطحينة لونها غامق مش فاتح. ببدأ انزل بقى ببصلاية هنا وسط في الكبة بتاعتنا، وببدأ افرمها. هي ما بنعمهاش قوي، بس التقطيعة بتاعتها المهم تكون صغيرة قوي. يعني لو مش متوفر عندك الكبة قطعيها بالسكين تقطيعة صغيرة جدا. انا مش عايزاها ظاهرة معايا في الرنجة. بقلب البصل مع الطحينة، وبعد كده باخد 3 معالق كبار في طبق، وببدأ انزل بالبطاريخ بتاعتنا. ببدأ افرتك البطروخ بالطريقة دي، وباجي كده بشوكة ببدأ اهرس البطروخ مع البصل والطحينة. حرفيا طعمه ملهوش حل لما تجربوه بالطريقة دي. يعني طعمها جميل جدا. البطروخ البني المخرز ده القرشة بتاعته مع البصل وطعم الطحينة بجد خيال. جربوا الطبق ده بجد ملهوش حل. ببدأ اعصر عليهم كمان عصرة نص ليمونة واقلبه، وبعد كده بنزل بيه في طبق. شايفين؟ والله العظيم كيلو رنجة بس فرط معايا كمية حلوة قوي.
وده اول طبق معانا بركنه على جنب. باجي على الرنجة اللي احنا فصصناها، طبعا ببدأ اقطعها وانعمها كويس قوي. ممكن لو عندك كبة تبدأي تفرميها في الكبة وتنعميها. بنزل بيها على البصل والطحينة وابدأ بالشوكة اهرسها كويس قوي وادخل كله في بعضه بالطريقة اللي انت شايفينها. باجي هنا بطماطمايه واحدة تكون وسط، ما تكونش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. ببدأ بالطريقة دي. اهم حاجة تقطعيها تقطيعة صغيرة. تاني حاجة تشيلي البذر اللي جواها، لان البذر ده لما ينزل على الرنجة بتاعتنا والبصل والطحينة هيخلي الدنيا صيصة معاكي وفيها مية، واحنا مش عايزين نتلاشى الخطوة دي. فشيلي البذر اللي جوه الطماطم، وبعد كده ابدأي قطعيها مكعبات صغيرة جدا. عندي هنا خيارة واحدة، بصوا ببدأ اقطعها. شايفين التقطيعة بتاعتها صغيرة جدا، يعني مكعبات الخيار بتاعتنا صغيرة جدا على قد ما تقدري. صغري التقطيعة بتاعت الطماطم والخيار والبصل كمان. ببدأ انزل بالخيارة بالطريقة دي. وبعد كده عندي هنا واحدة بطروخ، ببدأ انزلها بالطريقة دي معاهم، وببدأ اقلب كله مع بعضه. بهرس طبعا بالشوكة عشان كله يتجانس مع بعضه بالطريقة دي. وبنزل بحبة من الزيت بدون انتقادات وبدون تعليقات. جربوا الوصفة، وبعد ما تجربوها قولولي على رأيكم فيها. ببدأ اقلب كله كويس او مع بعضه، وبعد كده ببدأ انزلها كده. طبعا انا غرفتها على طبقين بس، اقسم بالله الكمية كانت يعني فيها بركة، كمية كبيرة. هنبدأ نعمل حبة بصل دلوقتي. لو ما جبتيش بصل اخضر اعملي البصل بالطريقة دي. باجي في طبق فيه مية، وبكون قشرت بصلتين وغسلتهم. ببدأ اقطعهم بالطريقة دي على 4، وبعد كده بقطعهم شايفين كل ربع على 2، وبنزل بيهم في المية. بعد ما بقطع البصل طبعا ببدأ انزل عليه بنص معلقة صغيرة من الملح ومعلقتين كبار من الخل. ببدأ اقلب دول كويس قوي، بدوب الملح. ودي الاكله بتاعتنا النهارده. الحمد لله، ربنا يدومها نعمه ويحفظها من الزوال. الاكله كانت جميله جدا، طعمها حلو قوي، فحبيت اشارك معاكم سلطه الرنجه. طبعا انا خليت لبنتي الرنجه من غير سلطه لان بتحب تاكلها كده. وبطروخ كمان بتبدأ بس تعصر عليها ليمون وبألف هنا وشفا. بيبقى طعمها حلو جدا. في ناس بتحب تاكلها كده. لو انت حابه تاكليها كده بتسيحيها وتفصصيها بس. لو حابه تعمليها سلطه، ده النوع التاني معانا. شايفين سلطه الرنجه قد ايه معانا متماسكه وحلوه، ما فيش ميه فيها ومش صيصه، لا مظبوطه. ما تكتريش الميه في الطحينه انت وبتربيها. سلطه البطروخ كان طعمها خيال، جميلة جدا. لما تجربوا الوصفة هتتأكدوا من جمالها. هو عملنا حبة بصل، واتمنى بجد تجربوا وصفتي للنهاردة. الوصفة جميلة جدا. لايك وشير وصلوا على رسول الله، ومستنية آرائكم في التعليقات.